على الإنسان في هذه العشر أن يتدارك. فمثلا هذه العشر مثلا فيها التهليل والتكبير والتحميد، صحيح. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العبد الصالح يحبه إليهن فيهن من هذه العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. فيكبر الإنسان ويكون التكبير كما تعلم أنه قسمين، فيه مطلق وفيه مقيد، والمطلق يبدأ من أول أيام العشر إلى فجر يوم عرفة، ثم يبدأ المقيد الذي يكون بعد الصلوات إلى عصر آخر يوم في التشريق اللي هو 13. أيضا كذلك أن هذه العشر جاءت في آخر السنة، صحيح. وكونها جاءت في آخر السنة هذا يعطي أيضا يعني بعد جميل جدا، ألا وهو أنه رسالة للمفرطين الذين فرطوا طوال العام أن يتداركوا أنفسهم في آخر السنة، ويتذكر بنهاية العام، يتذكر نهاية عمره، وتذكره بالرسالة الحقيقية التي خلق من أجلها. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.